فخة للفيس باش يبلونجي عليها عباس المدني وصحابه، يروحوا يديروا الفوضى في الطريق ويخرجوا في اصطدام مع الامن والجيش. يلاحظ استحالة مواصلة المسار الانتخابي إلى غاية أن تتوقف. أنا قلت في كل الحالات مش مستعد نغادر المنصب. تواصلت الاعتصامات وكثرت المسيرات واحتلت الساحات. الناس يحتلون الساحات ويتوسعون ويرفعون المصاحف ويرددون هتافات وتهاليل جاذبة لعواطف الناس، لها في النفس زلزال كبير كخلفية إسلامية وكخلفية تاريخية أيضا. فعلت موجة الإضراب بشكل عالي جدا، بحيث لم يكن الذين قرروا الإضراب أن يوقفوه في الوقت المناسب. اشتد الوضع وبدأت الأمور تخرج عن السيطرة. وما إن دخل يوم 2 جوان حتى بدأت الأوضاع تضطرب. تدخلت قوات الأمن في بعض المناطق مستعملة القوة والقنابل مسيلة للدموع. وأصبحت المواجهات تقع في الكثير من الأماكن. استمر اضطراب الوضع إلى المساء، وفيما كان الشعب يترقب ما سيحدث، ظهر رئيس الجمهورية شاذبا جديد على شاشة التلفزيون موجها خطابه للأمة، دعا فيه المواطنين إلى المساهمة في الانتخابات، وتأسف من بعض العناصر التي غلطت مناضليها وتسببت في البلبلة والتشويش. ويؤكد بأن كمسؤول الأول على هذا الدولة سوف نسهر لاحترام وتطبيق القانون النابع من مبادئ الدستور، وسوف تتخذ الإجراءات كما قلت اللازمة من أجل خلق المناخ والجو المناسب. بعد خطاب الرئيس تعالت ردود الأفعال من أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ، الذين لم يعجبهم فحوى خطاب الرئيس الذي لم يشر إلى الإضراب الذي قاموا به منذ أسبوع إلا بقوله: أتأسف لبعض العناصر التي تتسبب في توتر المجتمع الجزائري بالبلبلة والتشويش. وظهر عباس مدني في ساحة أول ماي. والغريب أن خطاب الرئيس تجاهل الحدث تماما وقزمه كما لو كان حدث كمشة من الناس أو مجموعة من المشوشين أو العابثين. إذن هذا الخطاب استفزاز للشعب، استفزاز لم نكن نتوقعه على الإطلاق. لا شك أن شعبنا غدا إن شاء الله
سيختلف وسيرد، لكن الرجاء أن يكون الرد دائما في السلم. لقد رأينا ما حدث بالأبيار اليوم وما حدث بباب الزوار وما حدث بساحة الأمير عبد القادر في شارع العرب بالمهيدي وما يمكن أن يحدث بعد قليل. لكن رأينا كيف أن السلم ينتصر على العنف. نستضيف اليوم في استديو الجبهة الإسلامية للإنقاذ قسم السمع البصري فضيلة الشيخ عباسي المدني الناطق الرسمي للجبهة الإسلامية للإنقاذ. في اليوم الموالي عقد الشيخ عباسي مدني لقاء صحفيا خاصا مع اللجنة الإعلامية لحزبه، تطرق فيه إلى خطاب الرئيس ومما جاء في كلامه. من حيث التعريض فهو يصف الحركة التي قام بها أغلبية الشعب الجزائري بأنها نوع من التشويش، وكذلك التهميش لهذا الحدث الكبير لم يجب إطلاقا ولم يتطرق إلى القضايا التي تطرحها الجبهة الإسلامية للإنقاذ. إن النظام بهذا التعنت كشف عن ضعف ذريع وبين للشعب أنه لا بد من أن يزال، لا بد من أن يوضع له حد. في هذا اليوم صعد مناضلو الجبهة الإسلامية للإنقاذ في إضرابهم وعصيانهم إلى غلق المحلات التجارية، حيث أصبحت المدن كأنها مدن أشباح، إلا في الأماكن العامة أين خرجت مسيرات منددة بخطاب الرئيس. وبدأت قوات الأمن بالانتشار وغلق الطرقات. في هذا اليوم بدأت الحملة الانتخابية، ولأن الساحات محتلة من قبل أتباع الجبهة الإسلامية للإنقاذ لم تستطع الأحزاب القيام بحملتها الانتخابية، وهو ما أعطى الحق حسب البعض للسلطة في أن تتدخل باستعمال القوة. جاءت الفترة تاع الحملة الانتخابية تقع في الساحات. الأحزاب أصبحت تطالب، قالت نريد أن تفرغ الساحة من أجل أن نأتي بالمنصة ونخطب للناس ونشرح لهم أهدافنا ومبادئنا. إذن الأحزاب تذمرت، فأعطيت للسلطة الشرعية في إيقاف الجبهة حتى لا يتهم النظام بأنه فيه القمع. الشعب بدأ يتذمر، لأن أعطي لكم صورة البلدية لاميري المير هكذا إذا أراد أن يضرب ماذا يفعل أساسا؟ يأخذ محفظته ويكتب رسالة للوالي يقول له ابتداء من الساعة 8 أنا مضرب، أنا لا أتحمل ما يحدث بعد الساعة 8 من يوم كذا. لكن في الجزائر ماذا حدث إخواننا في الجبهة الإسلامية من أخطاء كثيرة؟ شيخ البلدية ومجموعة معه يأتون إلى البلدية يغلقوا الأبواب، يطردوا العمال الكل ويغلقوا الأبواب ويجمعوا الخواتم ويضعونها بجهة ويقول للناس لا تدخلون إلى البلدية. أريد ورقة ازدياد لابني إضراب، أريد ورقة وفاة عندي ميت ولا يدفن في ولاية ورقلة أعتقد، بقي رجل 4 أيام ثم دفن هكذا بدون ورقة لأن البلدية مغلوقة. إذن هذا التصعيد هذا وشتم وطعن ونعلن الجهاد وكلمات كثيرة ممكن أثناء. في هذا اليوم حدثت بعض الاتصالات مع وسطاء من الحكومة والمعارضة لتهدئة الأمور ولإيجاد حل وسط ينهي الأزمة. أنا حضرت في منزل الشيخ عباسي مدني قبل ما جاء بالخادم في اللقاء الأول، كان هناك مع بالخادم
كان هناك يعني زيارة لقصدي مرباح، تكلمنا حول هذا الموضوع. ثم كان هناك لقاء أخير مع الأستاذ عبد الحميد مهري عليه رحمة الله، وفيه محاولة لكيفية يعني إيجاد صيغة، إيجاد بيان. قال لا يمكن مثلا أن يكون هناك بيان بين الرئاسة وبين الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ممكن يكون بيان بين الجبهة الإسلامية للإنقاذ وجبهة التحرير الوطني، وهذه صيغة يعني مقبولة يتفق فيها على توقيف الإضراب، ويتفق فيها على، لأن هناك كان مطلب آخر ألا وهو إعادة العمال حتى لا يطرد العمال يعني من أعمالهم ومن مناصبهم. وبعد منتصف النهار من يوم 3 جوان تندلع مواجهات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب في عدة أماكن من العاصمة. ما كانش ممكن في التصور متاعنا. وفي نشرة 8 لمساء ذلك اليوم تقوم وزارة الداخلية بإصدار بيان تقول فيه بأنها تعلم المواطنين أنه سيتم ابتداء من اليوم اتخاذ سلسلة من الإجراءات من أجل إعادة الأوضاع إلى مجاريها لتسير النشاطات بصفة طبيعية ومنتظمة، وهذا بكل صرامة. بعد بيان الداخلية ازدادت المخاوف خشية الدخول في أعمال العنف، وكانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ قد قررت عند إعلانها عن الإضراب أنه إذا تخللته أعمال العنف فإنها تصدر الأوامر بتوقيفه فورا، على أساس أنه يكون هناك إضراب سلمي نحافظ على سلميته. إذا استعمل النظام العنف نحن نتوقف عن الإضراب ولا نواجه العنف بالعنف. في مساء ذلك اليوم وقبل منتصف الليل بقليل أطل الشيخ علي بن حاج معلقا على بيان الداخلية ومنوها بخطورته، كما رجع بالذاكرة إلى ما قبل اتخاذ قرار الإضراب، حيث أشار إلى الخلافات التي وقعت بين أعضاء المجلس الشوري حينها، واعتبر بأن الإضراب لا زال سلميا، وأن الأحداث التي وقعت في الأيام الماضية من استعمال الغاز المسيل للدموع لا ينفي الإطار السلمي له. احنا الصحراء الحمد لله كنا احنا ندخل الانتخابات، أما بالقوانين هذه ظلم. كيف أنتم يا حمودك تظلمونا؟ ومش غير احنا اللي اعترضنا على الانتخابات هذه، على القوانين، اعترضوا حتى الأحزاب، وبالدليل كاين أحزاب دارت الإضراب قبل منا ولا احنا اللي درناه الأولين. كاين اللي دعاوي الإضراب بعد رمضان مباشرة. احنا درنا المسألة درناها عن دراسة وقلنا لا بد من إضراب، وصار نقاش وأخذ ورد وكذا ومنا وكذا. الإضراب ممكن يضر الناس، ممكن يكون فيه الدم. كاين أيضا كثير من الناس باش ما نكونوا صراحة معاكم قالوا يا ودي ما ديروش إضراب، راهم يضربوكم بالدم ندافع، راهم يضربوكم بالرصاص، راهم يديركم كذا، راهم يديركم كذا. ولاو الناس الطالع والجاي، الطالع والجاي، الرايح والجاي. دماغاتنا قريب يردوها لنا احنا، راح نتقتلوا ولاد الناس كما 5 أكتوبر، راح نتقبعوا العباد. يا ناس قلنا لكم باللي هذا إضراب، ماهوش إضراب تاع عنف، إضراب سلمي، إضراب كذا. يا سيدي، ولكن الحمد لله وقع الاتفاق وتم الإضراب والحمد لله رب العالمين. بقيت هذه المناوشات، يضربون بكريموجان، نضربوهم ساعات بكريموجان، يتعدوا علينا، ممكن ندافع على انفسنا في بعض الاوقات، لكن هذا ما زال ما خرج من اطاره السلمي. لكن الان بالقانون تاع وزير الداخليه معنى ذلك هذه راهي شراره تاع خطوره. وبعد منتصف الليل وفي حدود 2 صباحا تظهر شاحنات كثيرة تابعة لقوات مكافحة الشغب. الوجهة ساحات الاعتصام. هذه الساحات هي التي اتفقت عليها قيادة الجبهة الإسلامية مع حكومة حمروش على شغلها والاعتصام فيها. الجبهة كانت اتفقت مع حمروش ذاك الوقت، كان هو رئيس الحكومة،
على بعض الساحات يسمح لنا يعني بالتجمع فيها أو بشغلها، فمنها ساحة أول ماي وساحة شهداء. فاحنا طبقنا يعني الأمر هذا، ما درناش. بعض الناس راهم يقولوا بلي الجبهة احتلت الساحات العمومية عنوة وبالقوة وكذا، ما كاش منها. احنا اتفقنا مع رئيس الحكومة باش نقعدوا في هذه الساحات، وحدد لنا الساحات اللي مسموح لنا نشغلوها. ولكن في 4 جوان وقع اللي وقع، ودخل الجيش ومن بعد يعني تم إخلاء الساحات بالقوة. وطبعا لما تكون إخلاء الساحات بالقوة ويكون الشعب كثير راح توقع، لابد أن توقع في إزهاق أرواح وإراقة دماء. وما إن تمركزت القوات في أماكنها حتى بدأ الهجوم. استهدف الهجوم الساحات التي كانت تعج بالمعتصمين. بدأت بإطلاق الغاز المسيل للدموع. تكهرب الوضع واضطربت الأحوال. يخليوا المسلمين ويتركوه معنا. المعركة تاعنا ماشي معاكم يا سلطة، المعركة تاعنا ماشي معاكم يا سلطة، المعركة راهي مع هاد الناس اللي خلوا البلاد، راهي المعركة تاعنا مع هاد الطواغيت وما مش قادرين يواجهونا. بعدها بدأ إطلاق الرصاص وسقط الكثير من الضحايا بين قتلى وجرحى. والمعلوم أنه من الناحية القانونية إذا كان هناك النية في إخلاء الساحات لابد أن يشعر قبل ذلك الناس المعتصمين في الساحات. لابد أن يأتي رئيس البلدية ويقرأ إعلان مثلا إخلاء الساحات. إذا كان في الليل لابد أن يكون هناك إشارات ضوئية، لابد أن يستعمل شارة رئيس البلدية حسب القانون. يعني لابد أن إذا كانت هناك طلقات تكون طلقات تحذيرية في الهواء. إذا كان يعني هناك تسلسل معروف حسب القوانين، لكن السلطة لم تستعمل هذا. هددت في نشرة 8 ببيان تهديدي لإخلاء الساحات، وبعدها بحوالي 3 ساعات أو 4 كان هجوم بالليل دون إشعار مسبق دون إنذار، وضرب الناس بالرصاص يعني الحي، والناس ضربوا في صدورهم وفي رؤوسهم. فكان هناك يعني قصد مبيت للقتل. يعني الدولة لم تتصرف كدولة. كان الواجب على وسائل القمع أول حاجة تبدأ بها تبدأ بالعصا، إذا ما نفعتش العصا تبدأ بالماء، إذا ماشي بالماء تبدأ بالقنابل المسيلة للدموع اللي عندها درجات معينة. جابوا القنابل اللي تقتل الحيوان بأكمله، يعني ويضربوا رسالة، يعني يضربوا واحدة من أختها، وما يضربوش يعني بس ما باش تروح وتسقط، لا يضربوها مباشرة، يعني حتى إذا أصابت إنسان تقتله. ومع طلوع شمس النهار تبين حجم الكارثة. جثث هامدة ملقاة في الطرقات. مشرحة المستشفى مملوءة عن آخرها بجثث القتلى الذين أصيبوا بطلقات في الرأس والصدر. لا يعقل أبدا أن يضرب الشعب بأبنائه، أن يضرب الشعب بمؤسساته. من هؤلاء الذين ضربونا؟ بسلاح من؟ بأسلحة الشعب. الكل يعلم أن إضرابنا كان سلميا، كذلك مسيراتنا. المسيرات كلها كانت
سلمية. ولذلك فالحصار ومن جر عنه ما هي إلا تصرفات تتنافى مع مبادئ الحرية ومع مبدأ حق هذا الشعب في الوجود. إنه لضرب من التحدي الذي إذا لا ينتهي نخشى أن يفضي إلى ثورة شاملة عامة لكل قطرنا لا قدر الله. ساعتئذ لا نستطيع نحن أن نتحكم في الأمر. في النهار تواصلت المواجهات، وكان المتفق عليه أن يصدر أمر من قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ يأمر المتظاهرين بعدم مواجهة قوات الأمن والعودة إلى بيوتهم. اتفقنا بالإجماع أنه إذا خرج الجيش إلى الشوارع نأمر الناس بالدخول إلى بيوتهم. خلاص، يعني المواجهة مرفوضة تماما، وهذا كان اتفاق يعني بإجماع كل أعضاء المجلس كانوا موافقين على هذا. بل حتى أكثر من هذا، بشير فقيه كان قال بالحاج قال له إذا كان خرج الجيش أنت تهضر مع الشعب، قال أنا أتعهد أنني أنا اللي ندير نداء للشعب باش يعاود يرجع البيت. وهكذا كان، وذهب الإضراب وخرج الجيش، وجاء الشباب إلى أخونا علي بالحاج غفر الله لنا وله وقال له ماذا نقول وماذا نفعل؟ قال لهم دافعوا على أنفسكم. احنا ما نشرح نشنوا عليهم هجوم، احنا ما نشرح نشموا عليهم هجوم، احنا راح ندافعوا على انفسنا. من حقنا نعتصموا، ومن حقنا اذا تعداوا علينا اننا ندفع شيئا فشيئا من باب دفع الصائل. والانسان اللي يستطيع يدافع في ارض واسعه، اللي يستطيع في سقاق، اللي يستطيع من فوق البطيمه، كل واحد يدافع بالطريقه التي يراها مناسبة. الآن وضحت الأمور، سبحان الله العلي العظيم. يضربوا في الديار، لا بد أيضا نعرف احنا الخطة اللي نضربوا بها. نضربوا اللي يجوا بها يديوها الحبس ما يسلمش نفسه. ما تسلموش نفسكم، نعم، ما تسلموش نفوسكم لهذا الناس. استمر الحال ذلك اليوم على ما كان عليه. واتسعت رقعة الاشتباكات بين قوات مكافحة الشغب ومناضلي الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى عدة أحياء ومناطق. بدأت تتكون مسيرات عفوية في الكثير من المدن، وتزايد سقوط الضحايا. تحولت المسيرات الاحتجاجية إلى صدامات حقيقية. استمر الوضع على ذلك إلى غاية الليل. في حدود الساعة 22:20 من صباح الأربعاء 5 جوان 1991 يصدر عن رئيس الجمهورية شادلي بن جديد إعلانا مهما جاء فيه: أعلن بصفة رئيسا للجمهورية وحاميا للدستور وطبقا للمادة 86 منه حالة الحصار في كافة أنحاء التراب الوطني ابتداء من 5 جوان 1991 على الساعة 0. ولقد قدم لي رئيس الحكومة الاستقالة وقبلتها، وستشكل حكومة جديدة بعد الاستشارات الضرورية مع التشكيلات السياسية. وتعتبر ابتداء من اليوم العملية الانتخابية الجارية عالقة، وتؤجل الانتخابات التشريعية إلى تاريخ لاحق. 5 جوان أوقع ما وقع، الجيش يعني السلطة استعملت يعني القوة
في قمع الإضراب والتجمعات اللي كانوا قايمين بها جماعة الفيس في عدة أمكنة في الجزائر. استعملوا القوة، اسمه رئيس الحكومة استقال والانتخابات أجلت. في نهار هذا اليوم الأربعاء 5 جوان كلف الرئيس الشاذلي بن جديد وزير الخارجية في الحكومة السابقة سيد أحمد غزالي بتشكيل حكومة جديدة كانت مهمتها الأولى التفاوض مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ لوقف الإضراب والعصيان المدني. رئيس الجمهورية أقال حمروش وجاء بسيد أحمد غزالي كرئيس للحكومة. فطبعا المشكلة الكبيرة اللي كانت تواجهه هي الإضراب السياسي والفيس، فكان هم هذا أولى من تشكيل الحكومة. كان في نفس الوقت أنه يشكل في الحكومة وفي نفس الوقت أنه يحاول كيف يحل مشكلة الإضراب ومشكلة الفيس. وفي نفس اليوم يصدر رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا: إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور وبعد عقد اجتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الدستوري يرسم ما يلي. المادة الأولى: تقرر حالة الحصار ابتداء من يوم 5 جوان 1991 على الساعة 0 لمدة 4 أشهر عبر كامل التراب الوطني، غير أنه يمكن رفعها بمجرد استتباب الوضع. المادة الثانية: هدف حالة الحصار الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة والديمقراطية والجمهورية واستعادة النظام العام. المادة الثالثة: تفوض إلى السلطة العسكرية الصلاحيات المسندة إلى السلطة المدنية في مجال النظام العام والشرطة، وبهذه الصفة تلحق مصالح الشرطة بالقيادة للسلطات العسكرية التي تخول قانون صلاحيات الشرطة، وتمارس السلطة المدنية الصلاحيات التي لم تنتزع منها. المادة الرابعة: يمكن للسلطات العسكرية المخولة بصلاحيات الشرطة ضمن الحدود والشروط التي تحددها الحكومة حين تتخذ تدابير الاعتقال الإداري والإخضاع للإقامة الجبرية ضد كل شخص راشد يتبين أن نشاطه خطير على النظام العام. انتشرت المظاهر العسكرية في البلاد. استقر الجيش في الساحات، الدبابات في الشوارع. وانتشر الخوف. زاد سقوط الضحايا وبدأت حملة الاعتقالات، ودخلت الجزائر في فراغ رهيب. بعد الإعلان عن حالة الحصار انقطعت الاتصالات، لا برئاسة الجمهورية ولا برئاسة الحكومة، كانت السلطة غائبة. في الشارع كان هناك الدبابات، هناك الجيش، هناك اعتقالات سواء في الجزائر العاصمة سواء عبر الولايات. شعر الإخوة عباسي وغيره على كل حال بخطورة الوضع، وأن أعضاء المجلس الشوري الوطني كلهم أصبحوا مهددين، إما بالاعتقال وإما بالقتل وإما كان وضع يعني يدعو للاستفهام. كان يفهم منه أنه خطوة متقدمة لسواء حل الجبهة الإسلامية للإنقاذ أو قمعها أو اعتقال قيادتها. كان الجو مرعب وكان الجو يعني مخيف. لأجل هذه الأحوال المضطربة والأوضاع المصحوبة بالخوف والقلق، قامت مجموعة من قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحسوبة على الشيخ عباس مدني بتاريخ 6 جوان بعقد اجتماع سري. ناقش المجتمعون ما وقع من أحداث واتفقوا على إصدار تعليمتين. الأولى تعليمة من 22 نقطة موجهة لمناضلي الجبهة الإسلامية للإنقاذ، والثانية عبارة عن وصية موجهة لرؤساء المجالس التنفيذية الولائية. فعند ذلك التقى من أمكنه الحضور من قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ومنهم الشيخ عباس مدني وعلي بالحاج. كانت مجموعة في حدود بين 10 و 12 شخص.
يصدر بيان عن المجلس الشوري اللي ما كانش حاضر. الغريب أن 4 ولا 5 حضروا. اجتمعوا ظني في 5 ولا لم يستدعوا المجلس الشوري إلا الأشخاص اللي ممكن يتفقوا معهم حول الأفكار. فاجتمعوا مجموعة منهم في الجزائر العاصمة، ونحن كنا هنا في قسنطينة لا نعلم شيئا ماذا يجري في العاصمة. كتبت رسالتان. الرسالة الأولى هي وصية لأعضاء لرؤساء المكاتب التنفيذية الولائية. الرسالة الثانية كانت عبارة عن مسودة فيها نقاط كثيرة 22 نقطة. البيان مؤرخ ب6 جوان 91 والوصية مؤرخة ب6 جوان 91. جاء في الوصية المؤرخة في 6 جوان حاملة لإمضاء الشيخين عباس مدني وعلي بن حاجة: نوصي إخواننا أعضاء مجلس الشورى مع رؤساء المكاتب التنفيذية الولائية من كل القطر الجزائري مهما كانت الظروف لتعيين قيادة للجبهة الإسلامية للإنقاذ لمواصلة رسالاتها، وذلك في حالة وفاة أو إلقاء القبض على العناصر القيادية فيها. كما نوصي القيادة الجديدة بمتابعة المنهج الإسلامي الصحيح، وأن يحافظوا على وحدة الصف ووحدة الشعب ووحدة القطر. الرسالة الأولى هي وصية لرؤساء المكاتب التنفيذية الولائية أنه إذا اعتقلت قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ يجتمع رؤساء المكاتب التنفيذية الولائية ويختاروا قيادة جديدة. الوصية موجهة لأعضاء المجلس الشوري الوطني وكذا وكل شيء توصيهم كما قالوا بالالتزام بالجبهة الإسلامية للإنقاذ ومشروعها السياسي الإسلامي وكذا وكذا. وهذه الرسالة تركت عند الشيخ قادة بن يوسف عليه رحمة الله، كان عضو مجلس الشوري للجبهة الإسلامية للإنقاذ وكان إمام في مسجد الأمة في بلوغين. تركت أمانة ووديعة عنده. وأما بخصوص التعليمات الموجهة لمناضلي الجبهة الإسلامية للإنقاذ فقد احتوت على 22 نقطة فيها توجيهات لكيفية التصرف مع الأحداث، والتي اعتبرها البعض بأن فيها تحريض على العنف وأنها دعوة صريحة للحرب. فاجتمعوا وداروا بيان ب 22 نقطة وهو بيان تاع حرب يعني، ووضعوا بيان هذاك تاع النقاط تاع 22 نقطة يحرضوا فيه على امتداد الإضراب وعلى مواجهة القوات الأمنية وعلى كذا 22 نقطة كاملة. وداروا بيان تاع 22 نقطة بالاسم تاع المجلس الشوري الوطني، وخرج البيان وانا ما شفتوش على كل حال، حدثني عليه بشير فقيه فقط، قال لي راه خرج بيان خطير جدا يعلن الحرب مباشرة، وذكر لي بعض النقاط اللي فيه. جاء في تلك التعليمات الموجهة لمناضلي الجبهة الإسلامية للإنقاذ ما يليه: نظرا لتصعيد السلطة الموقف واعتدائها على المسلمين بالقتل العشوائي والجماعي والرمي بالرصاص في مقاتل الإنسان، فإن الهيئة المكلفة بمتابعة الإضراب المفوضة من المجلس الشوري الوطني ترى لزاما متابعة الخطوات التالية: كسر حظر التجول ليلا على الساعة 12 بالتكبير والمسيرات المتنقلة بسرعة عبر الأحياء. لا بد من الدفاع عن النفس والمقاومة في الأحياء، ولكل حي تحديد الطريقة التي يراها كفيلة بتحقيق هدف المقاومة. حراسة بيوت الله تعالى والمراكز الحساسة في البلدية مع التكتيك، وهذا تفاديا لضحايا أكثر. الابتعاد عن المواجهة الجماعية للجيش، وإنما لا بد من تحديد خطة لمقاومة فعالة. جعل حواجز في طرق البلدية منعا للاقتحام. تحديد دوريات على مدى 24 ساعة متوالية في داخل البلدة أو الحي، ولكل دورية 8 ساعات. تعطيل الأجهزة والأماكن الفعالة للشرطة خاصة، والدرك والجيش عامة، الرادار ومراكزه. عدم السماح بأخذ واختطاف الإخوة من منازلهم أو تفتيشهم عن طريق المقاومة.
وأضاف البيان الحامل لإمضاء الشيخين عباس مدني وعلي بنحاج سرد التعليمات الحربية الموجهة لأعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ بشأن العمليات الهجومية وكيفية معاملة المختطفين والالتحاق بالجبال. في حالة اختطاف القيادات في الجبهة الإسلامية للإنقاذ لا بد من المعاملة بالمثل للشخصيات الهامة مع عدم التعذيب والاعتداء الجسدي عملا بأحكام الشريعة الإسلامية. العناصر الفعالة المتحركة لا بد لها من عدم التمركز في الأماكن المعلومة لدى أجهزة الأمن. تخصص جماعات للعمليات الهجومية المنظمة على المراكز الحساسة التي تصيب العدو والالتحاق بالولايات المجاورة أو الجبال. تنظم مسيرات مصغرة في الأحياء وخاصة الشعبية منها في غير وقت الحصار. المساجد لا بد لها أن تقوم بدورها في الدعوة ورفع المعنويات في كل حال. في حالة إلقاء القبض على رجال المخابرات والشرطة يجب عدم تعذيبهم مع إطعامهم والاحتفاظ بهم وعدم تسليمهم لأي جهة إلا بأمر من قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ مع السرية التامة بأماكنهم. لكل بلدية أو ولاية أو دائرة أسلوبها في تحديد الخطة الدفاعية. تعطيل إنارة الشوارع ليلا، إعداد العدة الكافية للردع دفاعا عن الدين والنفس والمال، تسجيل الموقوفين والمفقودين والمجروحين في كل حي، تهريب الجنود والشرطة والدرك الذين سلموا أنفسهم، ضرورة استمرارية الإضراب مع التصعيد. على التجار فتح المحلات صباحا إلى غاية آذان الظهر دفعا للضرر. لا يتم توقيف الإضراب إلا بإعلان من طرف الشيخين عباس مدني وعلي بنحاج، وذلك بتفويض من مجلس الشورى الوطني. هذه أهم النقاط التي ينبغي اتباعها لأنها كفيلة بردع المعتدين وفي نفس الوقت تحقق مبدأ الدفاع عن الدين والنفس والمال والعرض والحريات. ذكر أحد أفراد جماعة عباس مدني بأن هذه التعليمة ذات 22 نقطة كانت مسودة موجهة للمجلس الشوري للنظر فيها ولم تكن نهائية. الرسالة الثانية كانت عبارة عن مسودة تقدم للمجلس الشوري تقترح فيها ما العمل بالنسبة لهذا الوضع الجديد، فكانت فيها نقاط كثيرة 22 نقطة اقتراحات حتى تعرض، ممكن يؤخذ ببعضها ممكن يرفض بعضها. في الأثناء التي كانت فيه قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ مجتمعة لدراسة كيفية التعامل مع الوضع المكهرب، كان رئيس الحكومة الجديد سيد أحمد غزالي يسعى بكل الطرق للوصول إليهم بغاية إجراء مفاوضات تضع حدا لهذا الوضع المتأزم. رئيس الحكومة الجديد سيد غزالي اتصل بقدور بالخير قدور في وهران، أعتقد أنه كان يعرفه من قبل. كان واحد من أصدقائي لأنه هو كان من وهران وكان يصلي الجمعة في مسجد في وهران اللي كان فيه الشيخ قدور. هذا كان عضو من أعضاء القياديين في الفيس، موش في القيادة يعني المجلس الشوري، وإنما كان في جهة وهران وشخص يعني رزين وحكيم يعني إنسان معنا. اتصل به وطلب منه أن يتوسط يعني بينه وبين عباس مدني وأعضاء الجبهة الإسلامية القضاء لإنهاء هذا الإضراب هذا وكل شيء. الأخ قدور مربي يذكره بالخير قال له باللي أنه هو ليس عضو في المجلس الشوري الوطني وإنما هو عضو في المكتب الولايي لمدينة وهران، ولكنه يعرف بشير فقيه رحمه الله، وطلب منه أن يمهله مدة زمنية يتصل بشير فقيه. اتصل ببشير رحمه الله. بشير لقاها فرصة لإنهاء الإضراب وكذا وكل شيء، لأنه كان يحب الجبهة الإسلامية للإنقاذ رحمه الله وعمل له كثيرا وتعب من أجلها.
فالشيخ قدور اتصل ب بشير فقيه رحمة الله عليه، وتلقى بشير فقيه مع الشيخ قدور بسيد أحمد الغزالي، وطبعا تحدثوا وقال لهم سناش يكفينا من هذا الإضراب هذا، يكفينا من هذا الوضع هذا اللي رانا فيه والبلاد هاي كيفاش وكذا وكلش سناش. وهم تالي كانوا واقعين فاهمين الواقع وكذا وكلش سناش، قالوا له نعم احنا تاني رانا مع الفكرة هذه وكذا وكلش. وبشير فقيه شاف بأن يعني فيه فيه كلام وفيه ممكن الاتفاق، يعني فيه الانفتاح، فيه الاستجابة إلى المطالب معنا المشروعة والممكنة. قالوا له في الصباح إن شاء الله اتصلوا بأعضاء المجلس الشوري الوطني ونرجعوا لك الخبر. في الليل جاوا اتصلوا بعباسي، اتصلوا بعلي بالحاج، اتصلوا بالجماعة اللي كانوا تم بعد في الجزائر العاصمة. وعند انتهاء قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ من الاجتماع الطارئ الذي عقدوه بشأن الأحداث وإصدارهم لتلك التعليمة والوصية، قفلوا راجعين إلى المقر. عندها وجدوا الوسطاء الذين أرسلهم رئيس الحكومة سيد أحمد غزالي. لما ذهبنا إلى المقر الجبهة الإسلامية للإنقاذ، لأن ذلك اللقاء كان في ضواحي العاصمة لم يكن في المقر، لما ذهبنا إلى المقر جاءنا اتصال بأن رئيس الحكومة غزالي يريد الاتصال بقيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ. كان هناك وساطة تاع الشيخ قدور وهو من مدينة وهران ومع بشير الفقيه. هبط بشير الفقيه راح للمقر وراح عند عباسي مدني، وكان معه علي بن حاج، كان هو والشيخ قدور. طبعا طلب من عباسي مدني قال له يا شيخ هذا جينا من عند رئيس الحكومة وراهم مستعدين يعني باش يتحاوروا باش يصيبوا معنا حلول. قال له إذا كان مستعدين باش يتحاوروا يعرفوا المكتب تاعي. سي عباسي المدني واش يقول لهم؟ يقول لهم ما نروحش ليه. يقول لهم انا ما نروحش ليه خلاص. لماذا لا ما تروحش ليه؟ لانه نادى لكم انتم وما ناداش لي انا، على ما ناديش لي انا. الموقف تاع عباسي قلق شويه علي بالحاج، وقالوا يا شيخ يعني اذا كان الناس هذو حابين يتحاوروا نتحاوروا معهم، احنا نمشيو ونتحاوروا ونشوفوا واش يقولوا، يعني كيفاش يعني هذا الهروب الى الامام واش. فطبعا عباسي عندما شاف الموقف هذا قبل قال له طيب، قال له نمشي بصح هادو ما يجوش معايا نروح وحدي. عباسي يقول لهم نروح انا وعلي بالحاج فقط، لا بشير فقيه ولا قدور بالخير ولا غيرهما. علي بالحاج قال له لا يا شيخ، هو اللي اتصل معه وتحدث معه والان قال لك راهو ينتظر فيك. هذا عباس المدني قال له نروح انا ويروح علي بالحاج ولا قدور فقط، وقال القدور كي تروح اياك ان تتكلم وان تبدي اي شيء. راح على اساس ان يفشل الحوار، يعني يطلب الامور المستحيله باش سيد احمد غزالي هو اللي يقول له لا هذه امور لا، وباش يفشل الحوار. هذا الاساس. استقبلهم رئيس الحكومه غزالي وكذا وكلش السناش، تكلموا معاه وكذا وكلش السناش، قال لهم وقفوا الاضراب واحنا رانا هنا والنقاش راه مفتوح ما بين بعضنا وكذا كذا. وقال لهم بان الحكومه نتاعها راهي جايه في مهمه واحده، هي كما قال ايقاف الاضراب هذا وتحضير الانتخابات. اول حكومه اللي عندها خبر البدايه وعندها خبر بالنهايه نتاعها. اول شيء قال له الان لا تتكلم معنا حتى يرجعوا كل العمال الى مناصب عملهم، لان كان فيه كثير العمال اللي وقفوا من العمل. قالوا شيخ، قال له هذا من ابسط الاشياء، قالوا مازال ما مضيت حتى قرار، هذا اول قرار نمضيه. عيط الكاتب تاعو قال له حضر لي الان قرار باعاده ادماج كل العمال الى مناصبهم وجيبه لي نمضيه. وبعد اخذ ورد
تم الاتفاق على جملة من النقاط مقابل توقيف الإضراب، وكانت كالتالي: تجميد قانوني الانتخابات والدوائر الانتخابية المصادق عليهما في بداية أبريل، تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان تقرر إجراؤها في 27 جوان، إجراء انتخابات الرئاسية المسبقة، إعادة العمال المضربين المطرودين إلى مناصب عملهم. وتم اللقاء يوم 7 جوان، كان يوم الجمعة 7 جوان في الصباح بين الساعة 10 إلى 12 تقريبا ساعتين، واتفق فيه على وقف الإضراب وعلى إعادة النظر في قوانين الانتخابات وتقسيم الدول الانتخابية، وعلى إعادة العمال المطرودين من أعمالهم، وتسوية الأمور الاجتماعية المتعلقة بالإضراب. اتفقوا باللي وقفوا الإضراب، وهذا كان يوم الجمعة 7 جوان. يعني بالأمس كانوا يديروا في البيان تاع 22 ويديروا في الوصية، ويوم 27 رب العالمين أتى بالفرج. أنتم كده خرجوا يجري وراحوا وصلت صلاة الجمعة في مسجد السنة يكون إعلان على وقف الإضراب، وكان إعلان على وقف الإضراب بتاريخ 7 جوان 1991. يقوم الشيخان عباس مدني وعلي بن حاج في مسجد السنة بباب الواد بالإعلان عن وقف الإضراب، وأنه جرت مفاوضات مع السلطة وتم الوصول إلى حل. مباشرة ذهب الشيخ عباس مدني إلى المسجد والشيخ علي بن حاج كذلك، وأعلن عن توقيف الإضراب، وبشروا الناس بأن كان هناك اتفاق مع رئاسة الحكومة وتوقف الإضراب. في الدرس 16 الذي يلقيه عباسي أعلن عن نهاية الإضراب، وزاد أكدوا علي بن حاج في خطبة الجمعة، وانتشر الخبر على المستوى الوطني كامل وكذا، وفرحوا الناس لأن الإضراب هذا نجح كثير من العمال وكثير من أنصار الجبهة الإسلامية الإنقاذ، وقي عليهم القبض وتمرمدوا وكذا، وكلش الناس كل فرحت يعني وتلك المقترحات 22 نقطة تجاوزها الزمن، لأنه تم اللقاء مع رئيس الحكومة ولم يعد لها داعي للمناقشة أو لمناقشتها مع الإخوة، لأن جاء ما ينسخها وهو الاتفاق على توقيف الإضراب وعلى إعادة النظر في القوانين وعلى إعادة المفصولين. توقف الإضراب بعد قرابة أسبوعين من الشحن والعصيان والتمرد، وعاد الناس إلى عملهم وظهر الفرح والسرور على محياهم. ولكن السؤال الذي كان يتبادر إلى الأذهان آنذاك: هل نجحت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في خوضها الإضراب السياسي، أم تورطت في أعمال خطط لها الغيرة؟ المحصلة النهائية في موضوع الإضراب، أعتقد بأن قادة الجبهة تورطوا في هذه المسألة. أستطيع أن أقول كخلاصة إليه أن هذا الإضراب شاركت فيه جهات كثيرة، وإن كانت الجبهة الإسلامية نفذته، وهذا هو الخطأ الذي ارتكبته الجبهة الإسلامية وارتكبناه نحن فيها. عاد الهدوء وانتشر الاطمئنان وانبسط الناس وانصرفوا إلى أشغالهم وأعمالهم، ولكن مع ذلك كانت أحيانا تقع صدامات بين مناضلي الجبهة الإسلامية للإنقاذ وقوات الأمن، يفضي أغلبها إلى اعتقالات، وأحيانا يصل الأمر إلى سقوط الضحايا. وكان الإعلان على وقف الإضراب، وإنما حسب معلومات اللي جاتني بعد ماشي في هذاك الحين، أن فيه بعض من الناس من السلطة اللي كانت عندهم حسابات أخرى، لأن كانوا يشعروا بأن الشاذلي في
باب الخروج من الحكم. لو أن استمرت الجبهة في الضغط ولو أسبوع 15 يوم كان ممكن قادر معنا شادلي أن يستقيل. وطبعا هذه الجهات كانوا ماذا بها أن يستقل لأنهم كانوا أقرب إلى السلطة وأقرب إلى أن يكونوا في رئاسة الجمهورية. فإذا كان الاتصال بعباس المدني وقالوا له أنتم أغبياء، لو كان استمريتوا 15 يوم شادلي كان يستقيل. فهذا الشيء اللي دفع عباسي أن اليوم السبت يجمع رؤساء البلديات في العاصمة ويأمرهم بالتصعيد باش يصعدوا، وكان يمشي إلى ولايات المجاورة واللي تلقى بهم يأمرهم بالتصعيد